يستعد نادي الزمالك لخوض مباراة مهمة ضد فريق الشرطة الكيني اليوم في ذهاب دور 38 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية لموسم 2024 إلى 2025. ويدخل الفريق المباراة بتشكيل متوقع يعتمد على أبرز نجومه من أجل تحقيق نتيجة إيجابية خارج أرضه. التشكيل المتوقع للزمالك: حراسة المرمى محمد صبحي، خط الدفاع حمزة المثلوثي، محمد عبد الغني، حسام عبد المجيد، أحمد فتوح، خط الوسط نبيل عماد دونجا، محمد شحاتة، أحمد سيد زيزو. الهجوم: محمود عبد الرازق، شيكابالا، مصطفى شلبي، سيف الجزيري. يتوقع أن يعتمد المدرب على تكتيك هجومي معتمد على خبرة زيزو وشيكابالا لخلق فرص تهديفية وتحقيق التفوق على الشرطة الكيني. وفي خط الدفاع ستكون المهمة على عاتق عبد الغني وعبد المجيد للحفاظ على صلابة الخط الخلفي، فيما ينتظر من فتوح المثلوث تقديم الدعم الهجومي من الأطراف. البدلاء المحتملون: قد يعتمد الزمالك على بعض الأوراق الرابحة من مقاعد البدلاء مثل ناصر منسي وأحمد عبد الرحيم إيشو لتغيير مجريات اللعب في الشوط الثاني. بهذا التشكيل يأمل الزمالك في وضع قدم في دور 16 قبل لقاء الإياب الذي سيقام في القاهرة.